لسه ايه تاني؟ خليك صريح بينك وبين نفسك. الاهلي بيكسب بالحكام، الاهلي بيكسب بالكاف، الاهلي مدلل للكاف، الاهلي بيكسب بالاونطه. طب انت بعد النتيجه 3-0 فوز الاهلي على الهلال السوداني هتتكلم هتقول ايه؟ ننسى بقى الكلام ده ونخلينا نتكلم بقى في الجد. هل كولر بعد فوز الاهلي 3-0 على الهلال السوداني كولر عمل ماتش جامد؟ عادي. كولر غير وتكتيك في الملعب ونزل لعيب. انا اي حد هينزل التغييرات اللي كولر عملها واحنا قاعدين بره بنتفرج على الماتش. الجمهور كله عامه نزل حمدي فتحي مكان قفشه. حاجه معروفه عشان يامن نص الملعب. هل في تكتيك؟ هل في جمله مفيده؟ لا. الاهلي كسب، الاهلي كسب. طيب الاهلي لو بيلاعب فريق قوي بالمستوى بتاع النهارده ده هيكسب؟ مستحيل. الاهلي لو بيلاعب الوداد او بيلاعب صن داونز او اي فرقه، معلش الهجمه المرتده بتتعمل على النادي الاهلي كارثه. النادي الاهلي ده لو الهلال السوداني عنده 2 مهاجمين هاف او مهاجم يخلص كان خلص النهارده. الهجمه المرتده يا جماعه خط الدفاع حاجه يعني مش عايز اقول لك. ربنا سترها، ربنا سترها. الاهلي الهجمه اللي بتتعمل عليه اي هجمه بخطوره فعلا. النادي الاهلي المهاجمين الخصم بيوصلوا للمرمى بسهوله، ايوه بسهوله. الراجل كان بيشوط من على الخط ال 18، الراجل بيعمل الكره بالعرض والراجل التاني متابع، لو عمل نفسه كده بس جول. يبقى النادي الاهلي عايز ايه؟ النادي الاهلي عنده هجوم قوي فعلا، عنده خط نص قوي موجود، عنده خط دفاع ما يلعبش نادي درجه ثالثه. من الاخر الهجمه المرتده بتتعمل عليهم مش عارفين يتمركزوا في الملعب. يبقى الاهلي كسب، كسب. بس لو فريق اقوى من الهلال السوداني يكسب الاهلي النهارده وش. انا ههاجم بس في نفس الوقت مأمن دفاعي. لا، الاهلي بيهاجم ومش عارف يأمن دفاعه. الاتنين النهارده بتوع الهلال السوداني كانوا بيعملوا الهجمه المرتده لو مركزين شويه في كام كوره اجوان يا جماعه. يبقى كولر لازم التكتيك بتاعه والفكر يبان اكتر من كده، يبان يا جماعه اكتر من كده. احنا لازم تعرف ازاي وانت بتهاجم تأمن، لازم تأمن. فيا جماعه ما نفرحش قوي. الاهلي كسب الهلال السوداني، خد دي. الاهلي بعد ما كسب الهلال السوداني 3-0 وصعد من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، ممكن يخسر من المقاولين، ممكن يخسر من اي فرقه في الدوري المصري، ممكن يخسر من غزل المحله، وممكن بعدها يكسب اي فريق في افريقيا. فعشان نبقى فاهمين ونبقى عارفين الاهلي بيلعب حاليا بالقطعه، ماتش حلو وماتش وحش، ماتش حلو وماتش وحش، فمش مقياس. لعيبه الاهلي في حالتك النهارده كويسه ولا وحشه؟ كولر الغزاله رايقه وظابطه ولا لا؟ هي دي يا جماعه الكره حاليا وملخص الكره حاليا في مصر. انا في يومي النهارده ولا مش في يومي؟ انما ابقى ماشي على فكر وتكتيك معين مش موجود وانا راجل بلعب الكره على الهاف وبسند على الفرود وبهاجم ابقى مأمن ورا. لا، مفيش الكلام ده. ممكن وانا بهاجم الدنيا بايظه ورا وسرحانين وكل لعيب والمساكين والباكات خلطه بيضه. فانا بقول مكسب النادي الاهلي على الهلال السوداني ما ينسيناش اللي احنا في اي وقت واحنا بنلعب ممكن يدخل فينا جون والتاني والتالت. فيا جماعه عايزين نشوف فكر في خط الدفاع، ازاي نبقى بنهاجم وفي تأمين ورا من خط الدفاع والديفندر. فيا ريت نصحح الكلام ده علشان لما نقابل فرقة قوية في التصفيات ما نتصدمش بكارثة اكتر من كارثة صن داونز. السلام عليكم.